هنعمل ايه النهارده كده يا باشمهندس؟ انت شايف بنعمل ايه يا هندسه؟ شايفك بترسم. برسم فنان انا. اه طيب بص يا هندسه، احنا بنشرح للهندسه ازاي هنقسط السيراميك وهنستلمه ازاي وايه القواعد والاسس زي ما احنا عملنا في فيديوهات كتير. رقم واحد، بص يا هندسه، واحنا الحمام بتاعنا الناس شغاله فيه وهنعمل بيان نظري وبيان عن المعلم من جوه. عندي الفلاش تانك اللي قاعده هنا، تمام؟ فهبتدي وانا بعمل الحمام، فانا عندي هنا الشاور، فانا دي بلاطه سليمه، فمع التقسيط تيجي معايا بلاطه سليمه، هنا دي تبقى زاويه قايمه، هنا دي المسافه دي تبقى ايه برضو بلاطه ثانيه سليمه ولا حاجه. فخدت البلاطه هنا عشان اخد اخر الايه القايمه بتاعه الايدج كورنر بتاعه الزاويه، واجي هنا بتاعه الكابينه الشاور اروح انا عامل الكابينه الشاور، فانا عايز اللحام ده يمشي مع اللحام ده، فاضطر اروح اعمل اول جنب زاويه قايمه وابتدي اخد منه الشكل ده كده، يبتدي اخدي الشغل ده. والحيطان دي الزاويه دي لازم تبقى زاويه قايمه، عيد ده ستريت وده عيد ده ستريت، ثم ابتدي اظبط الشغل بتاعي فيما بعد ذلك ان احنا يبقى عندي السيراميك، يبقى اللحام هنا عندي مثلا دي 80 سم ودي 120 ودي متر و20، دي المتر وال20 بقت هنا، فخلاص التقسيطه بتاعتي كده انا عملت جريد لاين او تقسيطه. طب من اهم حاجات بقى اللي انا اشتغل بيها، لازم اللي في ايدينا ده هندسه قرب علينا كده دي الكليبسات والصلايب. الاول دي الكليبس دي لما بحط السيراميكا كده عشان تتحط عليها سيراميكا يمين وسيراميكا شمال، وابتدي احط المشبك ده يقرب، لان ساعات التقويص اي سيراميكا ساعات بيبقى فيها تنفيخ هنا والسيراميكا الثانيه بيبقى فيها تنفيخ هنا، فعشان اظبط ده وما يبقاش مقفعه او ما تبقاش ناطره بحطها ما بين اللحام ده واللحام ده، احط دي الاول. طب انا عايز اظبط بقى القرن او السنه اللي هي طالعه دي، اروح انا عامل ايه؟ المشبك ده فاروح قارص عليا واروح ايه مخدم برضه عشان ما تنطرش بحكمه ومعلمه، ما يبقاش الموضوع بالنسبه لي. طب انا هنا بادئ السليم من تحت، ليه؟ لان انا عندي غلاقه فوق هتبقى 15 سم او 13 سم، بدل ما ابداها من تحت. لكن لو الغلاقه كبيره كنت بدات من تحت ونسبت فوق، ليه؟ عشان اقدر ممكن اخدها في الجبسون بورد، عشان يبقى طلع اللحامات معايا سليمه 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 سليمه. في بقى قاعده ثانيه ممكن ابدا العكس، الغلاقه تبقى من تحت لو مثلا نص البلاطه، زي ما هنيجي نعمل في المطبخ مثلا. انا عندي المطبخ كده تمام، فانا عندي ال 90 سم، فانا البلاطه عندي 60 في 120 يبقى انا عندي 95، يبقى انا هاخد اول 60 ثم اللي تحت 40 مثلا او 45. ليه؟ عشان لما اجي اعمل الكاونتر بتاع المطبخ يبقى هو على اول لحام السيراميك، ثم يبقى انا عندي المسافه اللي فوق 60 تديني سليم، بدل ما احس ان دايما بخش مطابخ كده تحس ان اللحام في النص شكله مش حلو، مع قاطع علبه البرايز قاطع الكهرباء فشكلها مش جميل. لكن انت المسافه اللي ما بين الوحده المطبخ فوق والوحده هنا 60 سم، وده هنا طالع للسقف او 60 سم، يبقى انا كده وحدت المسافه دي واحترم لحام السيراميك بتاع الكاونتر بتاع المطبخ. روح بقى ايه في الفيديو بص على الايه